سيادة النائب رياض عبد الستار. شكرا يا سعادة الرئيس. الحقيقة ان احنا عايزين معالي الرئيس مصر تنهض زراعيا. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: من بات آمنا في سربه مالكا قوت يومه معافا في بدنه كأنما حيزت له الدنيا. عايزين مصر تكتفي ذاتيا بالمحاصيل الاستراتيجية زي القمح. عايزين سعر عادل للقصب، عايزين سعر عادل للقمح. يا معالي الرئيس، احنا عايزين رئيس وزراء زي ميسي، عايزين رئيس وزراء لمصر يكون بمهارة ميسي، ينهض بالاقتصاد المصري. يا سيدي الفاضل، احنا عندنا ارض شباب الخريجين في المنيا بقالها 10 سنين المحافظ راكنها في الدرج ومش عايز يسلمها للخريجين. هل هذا يجوز؟ هل هذا يصح؟ إذا كنا نريد أن ننهض بالزراعة ونكتفي ذاتيا بالمحاصيل الاستراتيجية، فلا بد من خطة واضحة للسيد وزير الزراعة ورئيس الوزراء للنهوض بالزراعة في مصر. أين الأسعار العادلة سيد الفاضل للفلاح المصري؟ الفلاح المصري بيموت يا سيد الفاضل. مفيش أسمدة، مفيش مستلزمات إنتاج، مفيش أسعار عادلة سيد الفاضل. سيد الفاضل، محافظ المنيا راكن الورق بتاع شباب الخريجين عنده في الدرج يا سيد الفاضل بقاله سنين. ازاي آلاف الأفدنة مركونة لوضع اليد عليها في الصحراء؟ البلطجية ركبوا الأرض بتاع شباب الخريجين يا وزير الزراعة.